في الفيديو ده هنظبط مع بعضنا اهم اعدادات القناة عشان يوتيوب يفهم قناتك ويبدأ يطلع فيديوهاتك صح. بإذن الله هنفهم كل حاجة من اول الاعدادات لاخر الاعدادات بإذن الله. طبعا يا جماعة يمكن واحد فيكم يقول لي طب يا امير ازاي دخلت على الواجهة دي عشان نبدأ نكمل معاك الشرح. هقول لك دلوقتي الطريقة بطريقة سهلة من غير تعقيد ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة بتجي على جوجل، تمام. بعد كده بتجي على خانة البحث هنا، بعد كده هتكتب تسجيل دخول يوتيوب، تمام. بعد كده هتدوس على اول خيار هيظهر معاك او اول موقع، تمام. هتستنى ثانيتين ثلاثة كده هيدخلك على الحتة اللي كنا قاعدين فيها او على الاستوديو اللي كنا قاعدين فيه. بعد كده هنخش على الشرح على طول مع بعضنا. بصوا هتلاحظوا من تحت كده زي ما انتوا شايفين في اعدادات القناة اهي من تحت، تمام. هندوس عليها كده، تمام، ونكبر. هيظهر معانا 7 اعدادات. اول حاجة الاعدادات العامة، بعد كده القناة، بعد كده الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، وفي كذا اعداد تاني هنشرحه برضو خطوة بخطوة. اول حاجة هيظهر معانا الاعدادات العامة. الاعدادات العامة دي هي مش ليها برضو معنى كتير غير للناس اللي مفعلة ربح، يعني بتغير عملة الارباح منها ومن كل حاجة هتغير الارباح من هنا، تمام. دي للناس اللي مفعلة ربح. طب هنعمل ازاي باقي الاعدادات؟ هنجي على كلمة القناة تاني واحدة، تمام. هيظهر معانا كده هنفهم حتة حتة دلوقتي مع بعضينا. اول حاجة جاي لنا بلد الاقامة. طبعا هتختار اي بلد زي ما انت عايز. طبعا انا اعملها الولايات المتحدة عادي، انت اعملها مصر، اعملها مثلا تونس، اعملها كذا على حسب بلدك اعملها. انا كانت غلطة عملتها الولايات المتحدة. بعد كده تاني حاجة هيظهر الكلمات الرئيسية. طب ايه اهم الكلمات الرئيسية؟ ايه هي الكلمات الرئيسية؟ هقول لك دلوقتي. بالامارة هسيب لك فيديو انا دلوقتي، تمام. هو بيعرفك ازاي تجيب الكلمات الرئيسية بطريقة سهلة من غير اي تعقيد، تمام. الكلمات الرئيسية بتعمل ايه؟ بتزود لك نسبة المشاهدة، بتزود لك يعني الفيديو بتاعك اليوتيوب يبدأ يقترحه عليه. الكلمات الرئيسية دي بتعرف اليوتيوب يودي الفيديو بتاعك لمين، يعرض الفيديو بتاعك على مين، فاهم؟ على حسب انت محتواك ايه. طبعا سايب لك الفيديو زي ما قلت لك، وهتيجي تعمل الكلمات الرئيسيه من هنا، هتيجي تحطها هنا بطريقه سهله من غير اي تعقيد ومن غير اي كلام. بعد كده هندخل على تاني خيار اللي هو الاعدادات المتقدمه، تمام. هيظهر معانا الجمهور. الجمهور دي فئه الجمهور بيظهر لك هنا. هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصه للاطفال؟ انت هتشوف محتواك. لو محتواك مثلا بيعمل اطفال، بيعمل مثلا اطفال والحاجات زي دي، تعملها نعم اريد تصنيف هذا القناة على انها مخصصة للاطفال. لكن محتواك مثلا مش بيعمل مخصص للاطفال، هتيجي على كلمة لا اريد على تصنيف هذا القناة على انها غير مخصص للاطفال، اللي هو تاني واحدة. الاول ده اللي هو بتاع مخصص للاطفال، والتانية لا مخصص للاطفال. طب التالتة دي ايه؟ التالتة دي مثلا لو انت قناتك متنوعة، زي ايه مثلا؟ فيديو بينزل مثلا للناس الكبيرة وفيديو مثلا للأطفال، هتيجي تعملها على أريد مراجعة هذا الإعدادات لكل فيديو. هيظهر لك مثلا لوحده كده كل فيديو، هل الفيديو ده مخصص للأطفال؟ لو كان مخصص للأطفال هتدوس أيوة مخصص للأطفال، لكن لو مش مخصص هتدوس لا أريد عن تصنيف هذا القناة مخصص للأطفال، تمام. بعد كده هنجي نرفع نفسينا فوق كده، هنلاقي كلمة ترجمة، الترجمة التلقائية. طبعا هتفعلها دي عشان مهمة. بعد كده ننزل تاني هتلاقي كلمة الدبلجة التلقائية. دي يعني ايه الكلام ده يا امير الدبلجة التلقائية؟ الدبلجة دي عندي ناس كتيرة مش هتلاقيها موجودة، بس اليوتيوب هيبدأ الفترة الجاية يرشحها على ناس. طب ايه دي فايدتها؟ هي معلومة لسه اصلا ما تفعلتش عند اي قناة لحد دلوقتي. اللي هي مثلا بيعمل ايه؟ بيبقى مثلا تلقائيا يترجم اي لغة في العالم كلها. مثلا انا دلوقتي اجنبي، تمام، فبسمع الفيديو العربي بتاعك فعايز اعمله ايه باللغه الانجليزيه، هروح باجي هاجي على كلمه الترجمه وهيجيب لي باللغه الانجليزيه سواء عربي او انجليزي او فرنساوي زي ما انت عايز، تمام. دي هي اضافه حلوه طبعا لليوتيوب وكل حاجه تمام. بعد كده هننزل تحت الاعلانات، طبعا سيبها ايقاف الاعلانات، تمام. المقاطع تدوس لو عايز تعملها سماح للمشاهدين باختصاص المحتوى الخاص بيك اعملها، انا هعملها تمام. بعد كده هيجي لك اهم نقطة اللي هي تحسينات الفيديو، تمام، اللي هي تحسينات على جودة الفيديو. طب ايه بتعمل دي؟ اول خيار معانا السماح ليوتيوب بتحسين جودة المحتوى المرئي. يعني ايه؟
يعني محتوى الفيديو اللي انت بتنزله بيحسن لك المحتوى بتاعه، بيحسن الصورة بتاعته. وتاني خيار معانا السماح ليوتيوب بتحسين جودة المحتوى الصوتي. يعني ايه؟ يعني الصوت بتاعك مثلا لو فيه شوشرة شوية، اليوتيوب يبدأ يظبطه لك من قبل ما ينزله لك على القناة بتاعتك. تمام. بعد كده دي ملهاش دعوة، ملهاش همة يعني. بعد كده هنجي على الأهلية لاستخدام المميزات. تمام. لو دوسنا عليها هيظهر معانا 3 مميزات. طبعا المميزة الأولى بتبقى مفعلة لوحدها، والمميزة التانية والتالتة بتحتاج انت تفعلهم. تمام. طب تفعلهم ازاي؟ هقولك دلوقتي الطريقة. اول حاجة الميزة التانية دي بتقولك الفيديوهات التي تتجاوز مدتها 15 دقيقة. يعني انت لو ما فعلتش الميزة دي مش هتقدر تنزل فيديو 15 دقيقة، ولا تعمل صورة مصغرة مخصصة بالفيديو بتاعك، ولا تقدر تعمل فيديوهات البث مباشر. طبعا شايفين انتوا الكلام. تمام. طب ده ازاي نفعلها دي؟ هناجي هنا مثلا. تمام. هيجي لك هنا بدل اثبات ملكية الرقم الهاتف هيجي لك اضافة اثبات ملكية رقم الهاتف. هتدوس عليها. تمام. هيظهر معاك رقم الهاتف. هتضيف الرقم الهاتف بتاعك زي سواء كان اي رقم. بعد كده هتستنى هيتبعت لك كود. تمام. ده اول ما هيتبعت لك الكود هتدوس تأكيد، وبإذن الله هتعمل اثبات ملكية على طول خلال 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير. هنا بيقول لك ايه؟ تقدر تعمل منه الصورة مصغرة والبث المباشر والفيديوهات التي تتجاوز مدتها 15 دقيقة. يعني ميزة حلوة، هي لازم لأي واحد مبتدئ يفعلها. الميزة الثالثة طبعا هي بتفيد، بتعمل بإيه؟ إمكانيات تحميل المزيد من الفيديوهات وأحداث البث المباشر يوميا. يعني إيه؟ يعني تقدر أنت لوحدك في اليوم مثلا تنزل أكتر من بث مباشر، أكتر من فيديوهات، أكتر مثلا من منشورات، أكتر من كل حاجة لو فعلت الخيار الثالث ده. لو دوسنا هنا كده بص هيجي لك 3 حاجات ومتطلبات لازم تعملهم. اول حاجه اللي هتختار حاجه من ال3 دول: لاثبات الهويه عبر الهاتف، لا اما بطاقه تعريف صالحه ليك، لا اما سجل النشاط في القناه. اثبات الهويه دي عبر الهاتف هيقول لك اعمل فيديو لنفسك 6 دقائق 6 ثواني معلش، هتصور فيه الجنبين بتوعك ووشك وظهر وشك. تمام. بطاقة التعريف صالحة. يعني ايه بطاقة التعريف؟ البطاقة بتاعتك الشخصية لو انت مجاوز عمرك 16 سنة هتديهم البطاقة بتاعتك وش وظهر، وبعد كده الخيار ده هيتفاعل معك. طب سجل النشاط في القناة. يعني ايه سجل النشاط في القناة؟ هقول لك دلوقتي. سجل ده يعني تبدأ تنزل الفيديوهات باستمرار. لو نزلت مثلا النهاردة فيديو وبكرة فيديو وبعده فيديو وبعد فيديو هتلاقيها لوحديها بإذن الله تفعلت لوحديها الخيار ده. هنيجي بعد كده على الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. تمام. تاني خيار ده لو هتلاحظوا. تمام. هيظهر معانا عدة حاجات. اول حاجة العنوان، اضاف عنوان بوصف الفيديو. ده ملهوش لازمة عادي. تمام. فكك من دي، هقول لك دلوقتي هي بتعمل ايه. خلينا في اللي تحت دلوقتي. بعد كده بيقول لك مستوى العرض. طبعا كلنا عارفينه، هنعملها على طول علني وخاص. طبعا يا جماعة الخاص دي انت بس تشوف الفيديو، غير مدرج. مثلا واحد بس اللي يشوف الفيديو، غير لما لازم تبعت له الرابط بتاع الفيديو بتاعك. لكن علني جميع الناس تشوف الفيديو بتاعك. العلامات دي طب ايه تعمل فيها؟ العلامات دي انا من نصيحتي تكتب فيها مفاتيح اسمه ده على حسب اسم قناتك. انا عشان قناتي مفاتيح يوتيوب كتبتها. تمام. وطبعا بذكر اسمي في الفيديوهات. بعد كده كتبت اسمي بالانجليزي وبالعربي. تمام. دي نصيحة ليكم عشان اليوتيوب يبدأ يفهم ايه قناتك، ويبدأ يفهم اسمك، ويبدأ يفهم كل حاجة عنك. تمام. طب الوصف ده بيعمل ايه؟ الوصف ده يا جماعة مش زي ما انتوا عارفينه. الوصف ده لو كتبتوا اي حاجة زي كده، تمام، هي هتبقى في كل فيديو متعلقة على اي فيديو ينزل على اليوتيوب عندك. لو كتبت اي وصف لازم مثلا تكتب وصف يكون حلو، او عادي لو عايز تضيف فيديوهات تضيف، عايز تعمل وصف زي اللي قدامك ده تعمل. طبعا انا برضو سايب لكم فيديو قدامكم برضو هيظهر على الشاشة، برضو روح اتفرجوا عليه هيفهمكم كل حاجة عندي. بعد كده الاعدادات المتقدمة. هيظهر معانا عدة خيارات، وطبعا مش مهمة قوي بس احنا لازم نعملها عشان في كام تركاية مهمة. اول حاجة الترخيص الفيديو ده فكك منه عادي عديه. تاني حاجة الفئة التعليمية دي اللي انا عشان بتكلم في محتوى التعليم. انت مثلا بتتكلم عن الترفيهي اللي هو بتعمل مثلا تتريق على الناس تساوي حاجة كده، هتجيب ترفيهي. مثلا محتواك عن الحيوانات تجيب حيوانات. مثلا محتواك عن الكورة، تمام، هتجيب الرياضة. مثلا عن السفر والحداث والفلوجات وكده، عن السفر والحاجات. مثلا على الجيمنج هتجيب على العاب الفيديو. طبعا انا عشان تعليمي جبتها تعليمي. تمام. بعد كده هيجي لغة الفيديو. لغة الفيديو طبعا عربي، في كذا لغة عشان تكونوا عارفين يعني. تمام.
في كذا لغة. طبعا انا مختار العربي والوصف برضو العربي، لغة العنوان برضو والوصف عربي. انت لو بتتكلم انجليزي في اي فيديو اعملها لغة انجليزية، تمام، عشان دي نصيحة مني ليكم. تمام. بعد كده شهادة الترجمة دي فكك منها عادية. تمام. بعد كده الاشراف اعمله اساسي. تمام. الاشراف بيقول لك بدون مراجعه. يعني ايه الاشراف؟ الاشراف اللي هي التعليقات اللي بتجي لك على كذا فيديو. مثلا بدون مراجعه لو عملت اليوتيوب اي فيديو اي شتيمه اي كلام مسيء للفيديو مش هيحذفه، لكن اساسي هيبدا الفيديو بعد كده يراجع الاول حاجه التعليقات، بعد كده يشوف هل ده ينفع ولا لا. لو ينفع هيسيبه، لو مش هينفع هيحذف. طبعا زي ده كله برضو بيتكلم عن السياسات وكل حاجه. تمام. بعد كده اظهار عدد المتابعين على الفيديو. يعني اظهار عدد المتابعين على الفيديو، يعني كام واحد عمل لايك وكده. انا من رايي ما تظهروش، عشان برضو لو انت مبتدئ مثلا، زي مثلا لو لقيت فيديو مثلا عليه لايكين مثلا او 3 لوحده، الشخص هيقول لا ده قناه مثلا مش مفعله، ولا قناه ما فيهاش تفاعل ولا اي حاجه من دول. تمام. فالاحسن خليه غير اظهار عدد المعجبين بهذا الفيديو. تمام. التعليقات طبعا تخليها تفعيل، ما فيش اي حاجة اساءة ليك طبعا من غير اي حاجة. طبعا لو عدلت الحاجات دي هتلاقي كلمة حفظ هنا، هتدوس عليها كل حاجة هتتحفظ بإذن الله. بعد كده الاذونات ملهاش لازمة، والاشراف على المحتوى. كم تركها هنقولها دلوقتي مع بعضنا. تمام. اول حاجة في التعليقات. طب ايه الاشراف على المنتدى؟ الاشراف ده اللي هي المنشورات اللي انت بتنشرها على قناتك. اول حاجه التعليقات طبعا تفعلها، لو في تعليقات مثلا سلبيه عايز توقفها اوقفها براحتك انت، حاجه ترجع لك انت. لكن الاشراف برضو نخليها اساسي زي ما فهمتكم في النقطه اللي تحت، وبرضو اساسي هنا. تمام. لا اساسي. تمام. وهنا منشورات المشاهدين تعملوها تفعيل، وهنا مشتركون. تمام. كل حاجة تمام. وهنا الأساسي برضو. تمام. وهنا يوم واحد. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هتلاقي كلمة الكلمات المحظورة. طب ايه يعني اضافة كلمات المحظورة؟ الكلمات المحظورة دي بيوضحك اليوتيوب. مثلا لو في شتائم بتجيلك في التعليقات هتكتبها هنا تلقائيا لوحده. لو اي شخص كتب الشتيمة دي تلقائيا لوحده هتلاقيه اليوتيوب مش راضي يبعت له الفيديو. مثلا هكتب تبادل الاشتراكات. تمام. لو عملت كده هتلاقي على طول كده. يعني انا لو اي حد كتب تبادل الاشتراكات عندي على طول تلقائي اليوتيوب مش هيعمل الفيديو ولا هيبعت التعليق بتاعه. طبعا انا هلغيه عشان ما فيش حد بيكتب لسه. تمام. بتاعه الرابط دي انصحكم تعملوها، عشان لو اي حد بعد هاشتاجات او اي حاجة تكون برضو عاملة، او عناوين الوصف مثلا، او اضافة رابط او اي حاجة من دول. بعد كده هنجي على ادارة المستخدم. تمام. ملهاش دعوة كتير برضو. وارشادات القناة ملهاش دعوة. تمام. كده يعتبر احنا خلصنا كل ده، حاجات مش مهمة يعني. تمام. بعد كده بعد ما نخلص ده كله هندوس على كلمة حفظ. تمام. كده الاعدادات كلها بإذن الله اتحفظت معانا، وان شاء الله مش هيواجهكم اي مشاكل. وكده باذن الله نكون فهمناكم الاعدادات، وباذن الله الفيديو يعجبكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة حبايب قلبي، سلام.